طريقه في التفكير لو موجوده عندك اعرف ان انت هتفضل قلقان طول الوقت. معاكم نهى عبد الواقي، اخصائيه نفسيه. يعني الطريقه دي ان انت دايما خايف من المستقبل، خايف من المجهول، خايف من بكره. فخلينا نتفق سوا على حاجه، احنا لا هنعرف نرجع الماضي ولا هنعرف بكره فيه ايه، لا هنعرف نرجع اللي فات ولا عارفين اللي جاي عامل ازاي. فان انت كل شويه تقعد تشغل دماغك يا ترى بكره هيكون في ايه، يا ترى بعد كده ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل لو كذا. لو فضلنا كل شويه مركزين على ده صدقني والله انت بتهلك مخك على الفاضي. محدش فينا عارف بكره هيحصل ايه. فما تقعدش تتعب نفسك في سيل من الافكار اكتر من كده. حاول ان انت تركز على اللحظه اللي انت فيها، هي دي الحاجه اللي احنا نقدر نملكها دلوقتي، ما نملكش بكره وما نقدرش نرجع الماضي. فكل كده ما مخك يبدا يسرح ويبدا يقول طب ما بكره او كمان شويه، ابدا قول لنفسك طب ما دلوقتي، طب ما انا برضو دلوقتي قدامي حاجات كتير محتاجه ان هي تتعمل، ليه ساحل دماغي في بكره؟ طب مش الاول ان انا اركز في دلوقتي؟ فبكره ده مش بتاعي وانا ما اعرفوش، ويا سيدي لو اسوء احتمال حصل من اللي انا بفكر فيهم حصل فعلا، الكون مش هينتهي ولا حاجه، الدنيا مش هتبوظ زي ما انت فاكر. طمن نفسك، ركز على الوضع اللي انت فيه دلوقتي، ركز على الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي. كفايه نقعد نسحل في دماغنا في حاجات انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيها. ولو حسيت ان انت مش عارف تعمل ده لوحدك ما تترددش ولو لثانيه واحده ان انت تلجا لجلسات العلاج النفسي. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.